فلان بتاع مصلحته، فلان بيكلمني عشان عايز مني حاجة، فلان ما بيدورش عليا غير لما يكون في مصلحة عايز يقضيها مني. كتير جدا بنسمع العبارات ديت وبتضايقنا، وكتير جدا ما بنصادف النوعيات دي من البشر وبرضه ده بيضايقنا. ايه الموضوع ده هوت، وازاي نتعايش معاه، وازاي نتقبله، وازاي نتعامل مع الشخصية اللي هي ما بتعرفش الناس غير عشان مصلحتها؟ هو ده موضوعي معاكم في الفيديو ده، فخليكوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فلان بيكلمني عشان مصلحته. كتير جدا بنسمع العبارة ديت من كتير من الناس، أقاربنا، أصحابنا، زملائنا في العمل، بيعبر بالكلمة دي، يقول لك فلان ده ما يتصلش بيا غير لما يكون عايز حاجة، فلان ده ما يكلمنيش أو يجي لي البيت أو إلا لما يكون ورا ده مصلحة ليه، هو ده بيكلمني عشان مصلحته. طب وإيه يعني؟ أنا عايزك تاخد الأمور كده هوت بتروي وبهداوة وبعقلانية. وإيه يعني إن هو بيكلمك عشان مصلحته؟ ما يكلمك عشان مصلحته، ما يسأل يا سيدي عشان محتاج حاجة، ما يطلب يا سيدي اللي هو عايزه، وانا لو في ايديا والله ما اتاخر عنه. ده انا بالعكس، ده انا احمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى جعلني سبب لقضاء حوائج الناس. دي نعمه كبيره جدا، يا ريت اكون انا مصالح الناس عندي، وان ربنا يوفقني ان انا اقضي للناس دي مصالحها. ده حاجه حلوه جدا، مش حاجه وحشه. ليه انت بتعبر عنها بالطريقه دي؟ ليه ما تاخدهاش بالجانب الديني التاني اللي انا بكلمك عنه؟ الحمد لله يا رب ان مصلحه فلان عندي، وانك قدرتني ان انا اقضي له المصلحه دي، بدل ما تاخدها بالجانب السيء او السلبي وتقول ده فلان بيكلمني عشان مصلحته. شايف الموضوع ازاي؟ وبعدين لو خدتها من الصوره التانيه، تخيل ان انت اللي ليك عنده مصلحه او ليك عنده حاجه وفي ايده ان هو يقضيها لك، كنت تحب ان هو يعبر عنك انت بنفس التعبير اللي انت عبرت بيه؟ او تحب ان انت يبقى ليك عنده مصلحة او حاجة في ايده يقدر يقضيها لك، وانت لما تطلبها منه يرفض او يتهرب منك او ما يرضاش؟ كان ده هيحزنك ولا لا؟ لا يا جماعة، خدوا بالكم، ده مش شأن المسلم. المسلم غير كده خالص. المسلم دائما بيكون في حاجة اخيه. في حاجة ايه؟ في حاجة اخيه. لو قدر ان هو يقضي لاخوه حاجة يقضيها له وما يتراجعش لحظة واحدة. انتوا عارفين يا جماعة، في كلمتين جمال جدا وسهلين جدا وبساط جدا، لكن المعنى بتاعهم رائع وبيعمل اخوة جامدة وتلقائية او ألفة جامدة في المجتمع المسلم. عارف كلمة عيوني ليك؟ عيوني ليك، كلمتين بساطة هم. انت عمرك ما هتديله عيونك يعني، بس تخيل واحد بيطلب منك شيء ويقول لك لو سمحت كنت عايز منك طلب، بتقول له عينيا ليك. عينيا ليك، الكلمة نفسها كلمة رقيقة رقراقة، كلمة تخليه يحبك حتى لو مش هتقدر تقدم له عينك. لكن الكلمتين، كلمة عيوني ليك، أمرني أنا تحت أمرك. شايف الكلام بسيط إزاي؟ الكلمتين دول بيحملوا كل معاني الحب والذوق الرفيع والرقي، وبيخلوا كده في ألفة ومحبة بين أفراد المجتمع المسلم. وبعدين خد بال حضرتك او خدي بال حضرتك من حاجة مهمة جدا، انت او انا او ممكن نكون كلنا مش واخدين بالنا منها، ان حوائج الناس مقضية. مفيش محالة، ربنا سبحانه وتعالى هيسر له غيرك يقضيها. فحوائج الناس مقضية بيا من غيري بأمر الله سبحانه وتعالى مقضية. فشرف ليا واجري كمان في الاخره ان انا اكون سبب في قضاء الحاجه دي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، لما هي كده مقضيه بامر الله سبحانه وتعالى مقضيه، فاجي انا العبد الفقير الذليل الحقير الذي لا يملك لنفسه من امر نفسه شيئا، يعني انا ما اقدرش املك لنفسي او لامر نفسي من نفسي شيء، واروح قايل الكلمه دي، اقول ده فلان ما بيعرفنيش غير عشان مصلحه، ده فلان ما بيجيليش ويخبط على الباب غير عشان مصلحة. إذا كنت أنت يا فقير يا ذليل لا تقدر أن تملك لأمر نفسك أنت شيئا، فإزاي تقول عبارة زي دي؟
ازاي تقول حاجه زي كده؟ لكن شوف لو بصيت لها من الجانب الثاني، ان الحمد لله انه فلان قضاء حاجته عندي، وان ربنا جعلني سبب في ان انا اقضي له الحاجه دي، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. خدت اجر في الاخره، وخدت محبه من اخوك المسلم في قلبه ليك في الدنيا. يا جماعه احنا محتاجين نعرف حاجه مهمه جدا، ان احنا مسخرين لبعض، وان احنا مجرد اسباب، وبينا او من غيرنا ما اعده الله تبارك وتعالى لخلقه هيوصل. فلما نكون احنا سبب وناخد الاجر، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يختارك لقضاء حوائج الناس. فالمطلوب منك ان لو ربنا سبحانه وتعالى اختارك وجعلك سبب لقضاء حوائج الناس، انك تحترم نفسك مع ربنا سبحانه وتعالى، وتحمد ربنا وتقول الف حمد وشكر ليك يا رب انك جعلتني سبب لقضاء حاجة فلان او لقضاء حاجة فلانة. مش تتسخط او تتعالى او تقول فلان او فلانة ما بتعرفنيش عشان المصلحة. انت لا تملك لامر نفسك شيء، مصلحة ايه؟ ده فضل، محض فضل من الله عز وجل عليك ان خلى حوائج الناس عندك. فاحمد ربنا سبحانه وتعالى. وبلاش يا جماعة نردد العبارة ديت او نقولها فلان او فلانة ما يتصلش بيا او ما يجيليش او ما يعرفنيش غير عشان مصلحة، لانها عبارة لا تليق ابدا ان تتردد وتشيع في المجتمع المسلم. بس كده، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يعمل لايك، كل يعمل شير، كل يعمل سبسكرايب. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي. جربت تكون جواك بتموت والناس فاكراك انك مبسوط، وفي كل مناسبة بيحسدوا فيك؟ جربت تشوف الموت بعينيك؟ جربت تفكر في المجهول وتحس الليل عمال بيطول والفرحة في قلبك تبقى خريف؟ جربت تفارق أحبابك وتعيش مع همك وعذابك لمجرد إنك حد ضعيف؟ جربت تشوف النوم تخطيف؟ جربت تكون نفسك تضحك فالدمع يمطر من عينك؟ جربت تكون مظلوم فعلا والكل يلومك ويهينك؟ جربت العجز قصاد حلمك وقصاد أشواقك وحنينك؟ جربت تلملم أفراحك من صورة قديمة في إعدادي؟ جربت تكون جوه الواقع وتفكر دايما في الماضي؟ جربت تعدد أعذارك علشان تتهرب من يأسك؟ جربت تواصل مشوارك مع إنك تايه من نفسك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كله يعمل لايك، وكله يعمل شير، وكله يعمل سبسكرايب. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا باي باي.